هلو هلو خوتي خواتاتي المهمات الغاليات الزوينات الشميعات الوريدات، بوسه ليكم كاملين. زوينه كتعجبني فاش كيكون فيا واحد الطاقه، كنبغي نبارطاجي معكم الطاقه، وبالحق الله العلي العظيم الا كيعجبني انا نبدا نهضر فاش تكون فيا ديك الطاقه الزوينه، باش نتوما فاش تفرجوا في الفيديو تولي فيكم الطاقه ان شاء الله، ونقل لكم الطاقه الايجابيه ديالي. اللايكات ديالكم، تعاليقكم، شكرا 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 لكم بزاف على الكلام الطيب اللي كتقولوا في حقي. شكرا لكم ومرحبا بكم ومرحبا بالناس اللي كتقول لي انا جيت من عند امي نعيمه، مرحبا بكم والف الف 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 مرحبا. مرحبا الا قبلتوا عليا، وكنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم. ايوا خوتي، والناس اللي كتعجبهم الطريقه ديال الكلام ديالي كيشكروني، كنبغي نقول لكم شكرا لكم بزاف 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 بزاف. يا ربي ما يحشمنيش معكم، هادشي اللي كاين. يا ربي لا يجي واحد النهار اللي نتحاشم معكم ولا نخذل الظن ديالكم فيا. كيف ما تشوف العنوان، المحاميه لاله أمغار، محاميه ديال الجمعيه ديال مفتاح وحلول. تحياتنا للجمعيه ديال مفتاح وحلول، تحياتنا لاله سميره البقالي. المحاميه لاله أمغار اللي هي شاده الملف ديال امي ناعمه في القضيه ديال من الشكايه ديال جمعيه مفتاح وحلول. باش نكونوا واقعيين ونكونوا حقانيين، حنا دائما كنقولوا مادام ان المساله في القضاء، تحياتنا للقضاء وتحياتنا لقضاءنا النزيه الحمد لله. ما يمكنناش نهضروا ولا نشككوا في الخدمه ديال القضاء، ولا نشككوا في الخدمه ديال الجمعيه ولا. لكن ما غنكونوش انانيين باش اننا غنقولوا الحق وغنقولوا واحد شهاده حق. والله يجازيكم بالخير متابعين ديال امي نعيمه، انا عارفاكم عزيز عليكم امي نعيمه، وعارفه كيف ما حنا عزيز علينا كلنا قلبنا مع امي نعيمه. لكن مادام اننا شفنا واحد الحق خاصنا نشهدوا به ونقولوه، واللي هو هاد الاستاذه القديره المحاميه الاستاذه الأمغار. واحد الانترفيو دارته مع واحد الجريده الكترونيه، وشفتو واخا في الموضوع ديال مولينكس. انا الموضوع ديال مولينكس ما غنهضرش عليه، علاش؟ لان مازال ما قالش القضاء كلمته، ما يمكنليش ندخل في واحد كلمه القضاء مادام اننا في الموضوع ديال امي نعيمه كنقولوا حتى يهضر ويقول القضاء كلمته. هكاك في اي موضوع غنقول، ما يمكنليش انا نجي نهضر والمساله في يد القضاء، كيف ما قالت الاستاذه القديره ديالنا. وبهاد القضيه علاش كنهضر فيها بحال هكا وكنهضر كل شغف؟ لانني كنفتخر فاش كنشوف نساء مغربيات بهذا الحجم هذا وبهذا القدر هذا. كنفتخر انني نكون مغربيه، كنفتخر على انني نكون مغربيه الحمد لله. والنساء المغربيات بينوا على مكانتهم وثبتوا مكانتهم امام العالم. واللي غنشوفوا كيف ما قلت لكم، السيده المحاميه قالت واحد الكلام معقول جدا وانساني، لانها انسانه قبل ما انها تكون محاميه. سولها الصحفي على صك الاتهام ديال مولينكس، قالت له انا ما يمكنليش نتحدث دابا في صك الاتهام لانه مازال يتمتع بقرينه البراءه. مادام ان المساله في التحقيق والقضيه في التحقيق، الان هو يتمتع بقرينه البراءه، وما نقدرش نقول صكوك الاتهام حتى ان شاء الله يتم الحكم هذا، باش نحفظوا كرامته كإنسان، لأنه إنسان قبل ما يكون متهم. الآن هو إنسان. وهذه هي المسألة اللي كنددوا بها القضية ديال امي نعيمة. علاش كاين هذا الهجوم على امي نعيمة، والهجوم بطريقه ديال النعت ديالها امكم نعيمه، والتجريح فيها، وانهم يهبطوا كرامتها ويدللوا بها؟ راه كتبقى انسانه. والله العلي العظيم انا كنقول لكم، راه واخا هي استاذه في نفس الملف اللي شاده فيه امي نعيمه، عجبني الكلام ديالها تجاه مولينكس. انا مولينكس مجرم ماشي مجرم، داكشي كيبقى ليد القضاء. يمكنليش انا نجي اليوم ونبقى نفتي، انا ماشي قضاء باش نفتي اليوم ولا غنوري القضاء شنو يدير، ولا نقول هو مجرم ولا دار ولا فعل. لا 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 لا, لا. انا ما غنتكلم في القضيه حتى يقول القضاء الكلمه ديالو، باش نكون عارفه راسي شنو كنقول. ماشي يجيبها فمو ويقول نبقى نعطي الاحكام، انا ماشي هنا باش نعطي الاحكام، حاشا. وهذا الشيء اللي بغينا يطبق في الملف ديال امي نعيمه. ما بغيناش نشوفوا اعتقال محاكمات سجن امي نعيمه. لا 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 لا. مادام كيف ما قالت الاستاذه، وتحياتي ليها كبيره كبيره، وكنبغيكم تعطيوها التحيه تاعك، الله يجازيكم بالخير، ماشي امر، بالعكس كشكر ليها لانسانيتها
قبل من كل شيء. كنت كنظن ان كون بقات الاستاذه في هذا الملف ديال المناعمه من الاول ما كانش غادي تاخذ هذه المناعمه، الكم ديال الظلم والحقره اللي خداتو اعلاميا. باش نكونوا واقعيين، كيفاش تكلمات ياك مولينكس، داكشي اللي دار مولينكس راه ما دارتوش مناعمه، الاجرام اللي دار مولينكس ما دارتوش مناعمه، الافعال اللي كيتحاسب بها مولينكس ما غتحاسبش بها مناعمه. ومع ذلك احترمته واحترمت مكانته كانسان قبل من كل شيء، قبل ما انه يكون متهم انسان. قالت لك هو كنتحفظ كرامته كانسان، الان هو يتمتع بقرينه البراءه قبل ما انه يقول القضاء فيه الكلمه ديالو. حيت التحقيقات كاينه، الا كان القضاء وكيقوم بتحقيقات، وكاينين تحقيقات كبيره ودقيقه جدا في كل قضيه باش كيكون الحكم عادل. شكون اللي غنحكموا على مناعمه قبل الاوان؟ شكون اللي غنعطيو احكام للمناعمه؟ شكون اللي غنحاكموا مناعمه قبل القضاء؟ وهذا هو الكلام اللي كندد به انا وكندو به الجميع، هو ان حتى اننا نلقيو او نعتو هذه السيده هذه نتفكروا انها انسانه، نمتعوها بكرامتها بحقوقها وبكرامتها كانسانه وكمغربيه، قبل ما انها تكون اليوم تحت محطه للاتهام ومحطه الهجمات من عند واحد الناس. انا كنهضر على الناس، انا كنهضر دابا على قنوات اللي مسمين راسهم قضاة، واللي عاطينا راسهم الحق انهم يحكموا، وعاطينا راسهم الحق انهم يعطوا احكام قبل القضاء. هذا مثال الأستاذة المحامية القديرة غار، هذا مثال عطاتو درس للناس، عطات درس للناس سواء محاميين أو لا ناس عاديين أو مواطنين عاديين، كيفاش كنتكلموا على مواطن، كيفاش أننا كنحفظوا كرامة مواطن، يكون كيف ما بغى يكون لكن كيبقى انسان. مادام ان في القضاء، امام القضاء كل انسان كيتحاكم بكرامته، كيبقى محفوظه له الكرامه ديالو. القضاء ما كيهينش المواطنين، القضاء ما كيهينش المجرمين. المجرمين كياخذوا العقاب ديالهم، لكن كيبقاو امام القضاء محفوظه لهم الكرامه ديالهم، لانهم كيبقاو انسان قبل ما انه يكون مجرم او متهم كيكون انسان. هادشي اللي بغينا ناس نشوفوا ناس الا كانت فعلا انسان ناس قاريه واصله كيف ما كنقولوا، تكون فيها الجانب الانساني اكثر، يتحدث فيها الجانب الانساني اكثر. لان الطريقه اللي كنشوفوا كيتكلموا على مناعمه والنعت ديالها بالنعوت الخايبه والتنمر عليها واحد الطريقه ديال الشر اللي كيتكلموا بها على هذه الانسان هذه، كون ما عرفت اشنو دايره كون ما عرفت شنو دايره ما نتكلموش عليها بهكاك. نعاود كنشكر الاستاذه غار، تحياتنا لها. يا ريت نشوفوا بحال الاستاذه، نشوفوا بحالها كثير. واش غنقول لكم، انا فرحانه واخا رغم كل الظروف اللي كنعيشوا منها، فرحانه لان هاد الانسانه واخا هي اللي شاده، هي دفاع على الجمعيه في قضيه ديال المناعمه، لكن فاش كتكون تشوف الانسان هكاك وكيهضر بداك الانسانيه كتقول الحمد لله. حتى في الدفاع ديالها في القضيه ديال المناعمه، واخا تكون ضد المناعمه غتكون فيها الانسانيه اكثر، والحمد لله. اش غنقول لكم انا، هذه شفتها البارح وقلت ما يمكنش غنسكت او ما يمكنش يمر هادشي مرور الكرام ونبقى ساكته. لا، هذه شهاده مجروحه في حق الاستاذه، ضروري خاصني نقولها. حنا ما نهضروش على الخايب، ما نبقاوش نذكروا غير الحاجه الخايبه، ما يبقاش فينا الحال فاش نشوفوا الخايب وسط هذا الشيء كامل اللي كنشوفوه، وسط هذا الظلم والحقره والحقد والغل. خاصنا نشهدوا شهاده حق الا شفنا واحد الحاجه زوينه. وهذا الشيء هذا اللي قلت لكم، وكنتمنى تكون الراي ديالكم من الراي ديالي، والا كان غير انا كنحترم الاراء كاملين ديالكم جميعا بطبيعه الحال، كنحترم الاراء ديالكم. عطيوني ارائكم في هذا الكلام اللي قلت، اشنو بالكم فيه وشنو بالكم في الخرجه ديال الاستاذه. انا غنخلي لكم مقطع منها هنايا تسمعوه، ونتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو تاني. هذا الفيديو درتو خفيف ظريف، غير انا كما قلت لكم واحد الحاجه عجباتني في وسط هذا الشيء كامل خاصني نقولها. الغالب الله هذا الشيء علاش حنا درنا القناه باش انا في الظن ديالي ان الكتابه ما كتكفينيش. الا بغيت نكتب ما شحال قدني ما نكتب، قلت اللهم نعطي رايي هكا احسن. وكنتمنى تكونوا معايا في الراي، ومرحبا بجميع الاراء، وبطبيعه الحال ارائكم تحترم. كنا كنتظروا الاحاله ديال السيد الوكيل العام، ما بقيناش عرفنا اش واقع.
اش تم وقع الاستماع دابا؟ لي امام السيد الوكيل العام، تم الاستماع ليه في محضر بحضور الدفاع ديالو، وتم احالته على قاضي التحقيق من اجل اجراء تحقيق في الملف ديالو في الافعال الجرميه اللي ارتكبها. شنو هما صكوك الاتهام استاذ؟ ما نقدرش نقول لك صوت الاتهام لان قرينه البراءه كتبقى، ولان الملف في اطار السريه، واحتراما لهذا الشخص هذا لانه كيبقى مواطن عنده حقوق. النيابه العامه السيد وكيل العام تابعوه حالوا على سيد قاضي التحقيق بتهم تستلزم اجراء تحقيق امام محكمه الجنايات، امام قاضي التحقيق بمحكمه الاستئناف. بطبيعه الحال هذا الشيء كله عنده علاقه بالقضيه ديال ادم من شكون؟ في شي قمه، في شي قمه، في شي قمه، لان السيد هو عنده افعال